السلام عليكم متابعاتي الكريمات، مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله بغيت نقدم لكم هاد لاطه ديال الحوت في الفران بالخضر. كتجي صراحه لذيذه لذيذه لذيذه، البنات ما تشبعوش منها. ان شاء الله تجربوها وتحكموا عليها. ان شاء الله نبداو على بركه الله. بالنسبه للسرديله البنات، انا راه كندير غير كيلو فقط. نتوما بغيتو تضاعفوا الكميه، بغيتو ديروا كتير على حسب افراد الاسره ديالكم. ونبداو على بركة الله. بالنسبة للشرمورة كيف كتشوفوا عندي قزبر ومعدنوس مقطعين رقيق، عندي 3 الفصوص حتى 4 ديال الثوم. ما عندكم يمكن لكم انكم تبدلوها بالبودره ديال الثوم اولا البودره ديال البصل. حتى البنات اللي بغات بشويه ديال البصله تحكها في الحقيقه رقيقه راه كتجي زوينه. كيف كتشوفوا درت التحميره، درت الكمون، درت قزبر يابس مطحون، شويه الابزار، الملحه. البنات الملحه ما كنكثرهاش، عندي حرقوم بلدي. والبنات عصروا العصير ديال الحامضه اولا الخل ديال الحامض، كيجي الصراحه كيتواتى معاه بزاف بزاف. المهم والزيت كيف كتشوفوا انا راه تقطع لي الفيديو فاش طرفت الخل. هذه هي الشرموله، المهم شرموله عاديه مغربيه عاديه. كيف كتشوفوا غادي ان شاء الله نعمر هاد السرديلات ديالي كلهم، غادي نحطهم على جنب. نحاول انني نعمرهم الوسط. اللي بغات البنات تضيف لهم هاد الشرموله تضيف لها الشعريه الصينيه. كتشدوا البنات شويه ديال الشعريه الصينيه وتدخلوا عليها الماء طايب سخون، صافي تخليها حتى تطرخى صافي، وتصفوها وتقطعوها وترموها مع هاد الشرموله، كتجي تتوادى مع البنات ومع الحار. كيف كتشوفوا عندي هنايا الخضره عندي خيزو والدنجال. البنات سلقتهم، والبطاطا سلقتها بوحديتها. المهم كلشي سلقتوها البنات. بغيتو تضيفوا ليه نص طيبه ضيفوه، ولان انايا السرديل دغيا كيطيب ليا وكياخذ خفت الخضره تاخذ ليا الوقت بزاف صافي، واضطريت انني نسلقها احسن، وهكا كتجي الصراحه البنات زويونه. صافي خويت عليها واحد شويه الشرموله، ضفت المطيشه، ضفت الدوائر ديال البصله اللي كتبغي البصله بحاليا البنات كتحماق عليها معاه هكا في الفران. درت الشرموله وداك شويه ديال الشرموله اللي بقى خويت عليه شويه ديال الماء ودوزته من الفوق صافي، ودخلتها البنات الفران. اللي عندها الزيتون مقطع ترميه من الفوق. المهم على حسب الاختيار، كتجي البنات لذيذه لذيذه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.